تفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لو رمينا حته الصلصال اللي في ايدي دي من على ارتفاع تقريبا متر فوق سطح الميزان ده؟ ايه اللي ممكن يحصل مع العلم ان وزنها دلوقتي 245 جرام؟ تعالوا كده نجرب. هنطلع على ارتفاع متر تقريبا ونبدا نسيبها سقوط حر بدون اي تاثير او قوه دفع فوق. زي ما لاحظتوا كده القوة اللي أثرت بيها قطعة الصلصال على سطح الميزان زادت بشكل كبير جدا، وزنها 245 وساعة الاستطام وصلت ل 600 وحاجة، وأنا قلت القوة لأن كتلة قطعة الصلصال ثابتة، وده طبعا مش اكتشاف، نقدر نحسبه المعادلات اللي هتظهر قدامنا، وليه تأثير على حاجات هندسية كتيرة جدا مش هتكلم عنها دلوقتي، كل اللي يهمني منها تفصيلة صغيرة قد كده، ولكن تأثيرها وأضرارها قد كده، وهي اننا لما نتدخل في نوع المعدات المستخدمه او حجم الكتل الخرسانيه اللي ممكن تحصل اثناء التعديلات المعماريه ونوصفها للمقاولين في بنود واضحه جدا، ما لاقيش بعض المقاولين يقولوا ان الاعمال دي كل الغرض منها انك تحول المكان من الى، يعني انت عايز تكسر المكان من شكل لشكل، لا طبعا حتى التكسير ليه معايير هندسيه، ما لاقيش كتل خرسانيه كبيره بتسقط على السقف ويكون الحجه ان وزنها اقل من الوزن التصميمي للسقف، هو طبعا اقل من الوزن التصميمي في بعض الاحوال، ولكن ده وزنها في حاله الاستاتيك وهي ثابته، لكن انها تسقط من على ارتفاع 3 متر وهي وزنها مثلا 100 كيلو جرام، ساعه اصطدامها هي مش هتبقى 100 كيلو جرام خالص، ده هتعدي الوزن التصميمي للسقف بمراحل، فيجي بعض الناس تقول لك طب ما هي بتعدي هندسه وفي معظم الحالات ممكن بنكسر وما بيحصلش حاجه، هي بتعدي ظاهريا، لكن في حقيقه الموضوع ممكن تلاقي السقف اتعرض لشروخ، وحقيقه الموضوع الاكبر ان انت ما شفتش جميع الحالات اللي حصل فيها كده، ولو حتى بنسبه 1% هيحصل مشكله فدي نسبه كبيره جدا. شكرا.